وأول شيء بنتكلم فيه بعض العبايات وبعض النقابات اللي والله إنها هي تكون سبب لهلاكك. العباية والنقاب سبب للعذاب والعقاب. عباية على الأكتاف مزينة على الأطراف، والله ما أدري أنا هي عباية للستر ولا فستان زفاف. العباية اللي تحرك عين الرجل قد تحرك غضب الله سبحانه وتعالى. هذا إذا حركت عينه، كيف إذا حركت قلبه؟ كيف إذا حركت شهوته؟ كم من إنسان مفتون في عبايتك والعيون البراقع سوف تحاسبين عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون. بعض البنات يرسلون مقاطع لهم باستراحة ولا مدري ايش، ولا حتى صورتها في الخاص، وبعدين تدخل تقول والله ما كنت قاصدها بغرسلها لخويتي، أو ترسل إيدها أو رجلها. ترى هذا ما يجوز، لا يعود يلعب عليكم الشيطان وأنت ما طلع وجهك. اسمعي ماذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. نفترض أن الصورة هذه كانت الخويت. طيب ايش يضمنس في مجاري الحياة ومجاري الأيام إن أخوها ما راح ياخذ جوالها ويشوف هذه الصورة؟ يمكن يجي مشكلة بينس وبين هذه البنت، ثم تاخذ الصورة هذه وتبدأ تبتزك فيها. وكم مشكلة جات لنا بسبب هذه. يوم من الأيام بنت ترسل لي في الخاص: خويتي حفظت صوري وبيني وبينها مشكلة، والآن أنا تنزل صوري في الانستغرام عندها متابعين. قلت لها فات الفوت، ما ينفع الصوت. ولذلك أنا أقول من الآن: يا أخي ما هو بلازم تشوف صورك، خليها تشوف وجه الوجه. ما هو بلازم، والله بعض البنات غطوا على بعض الشباب الحين. في الحديث ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أشد فتنة في آخر الزمان على الرجال من النساء. قد تدخلون في قول الله سبحانه وتعالى فانتبهوا. انزلوا الأسواق الآن تلقى البنات لطم والكحل اللي هنا، وليش الناس تحرشون فيه، والله انقد هي تقز فيك كأنها رجال. إذا جاها مشكلة ولا حتحرش فيها قالت ليش الناس يتحرشون فيه، وليش الناس يسببون لي مشاكل؟ والله قام هاللبس الله لا يبلانا. لكن شوف البنت المحتشمة ما حد يقدر يتعرض لها، ولو جاء ساقط وجاي بيتعرض لها كل اللي في السوق قاموا ضده. أبختم برجل عربي سأله رجل أجنبي: لماذا نساءكن لا يتبرجن؟ قال: لأنهن لا يريدن أن ينجبن إلا من رجل واحد. عشان أضرب لكم مثال سريع، روحوا عند أقرب شاب، بنت محتشمة رزينة وبنت نقاب وعباية على الكتف وغيره، بالله أيهن يختار؟ ترى ما يجيب المصايب لنا في بناتنا ولا حتى في شبابنا. الموضة مواكبة الحضارة ومدري إيش. إذا ما في دين ترى ما في حضارة. اللي بختصره وأقوله: كوني للصحابيات مقتديات لا بالكافرات والعاهرات مقلدات، هناك سوف تكونين غاية الثمن. وهذه بشارة لكم في الجنة: من الأجمل النساء في الدنيا أم الحور العين؟ اسمعوا الجواب. إذا كان هذا جمال الحور العين وهو لم يقمن الأسحار ولم يصمن النهار، كيف بمن أطاعت زوجها وصامت نهارها وقامت ليلها؟ أسأل الله أن يصلح فتيات المسلمين وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يجعلهم بالصحابيات المقتديات لا بالكافرات والعاهرات مقلدات.